جمعني مرة قطار مع رجل من النصارى من قسيسي لبنان، وهو ركب ودخل في غرفة وأنا ما انتبهت له، وكان معي بعض الشباب، فأسر إلي قال: الآن صعد إلى القطار قسيس، ودخل غرفة من غرف القطار. طبعا فهمت أنا لسان حاله يقول عليك به، فأنا قمت ودخلت الغرفة اللي كان هو جالس فيها. تعرف القطار في صفين من الكراسي طوال، هو جالس هناك في الزاوية. أنا دخلت وين أجلس؟ قلت في نفسي ما ينبغي أن أجلس تجاهه لأن هذا سيثيره، فأنا جلست بعيدا عنه. جلست أفكر كيف أدخل معه في الموضوع. ما حييته شيخنا؟ ما قلت له السلام عليكم اتبعكم؟ لا ما قلت له، هو لن أقوله. المقصود جلست هناك أفكر، ثم الله عز وجل تفضل فجاء بالمناسبة. دخل شخص من المنطقة التي وقف القطار هناك ليركب الركاب، وكنت أنا أعلم مسبق أنه في الأمس القريب بنى بزوجه، فهو يسلم على إخواننا. قلت وأنا أتقصد بقى الآن تحريك القسيس، قلت: أخوكم هذا بنى بأهله في الأمس، فباركوا له بتبريك الرسول عليه السلام، ولا تباركوا له بتبريك الجاهلية الأولى وجاهلية العصر العشرين أو القرن العشرين. فأنا أقول وقولوا معي: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أما تبريك الجاهلية الأولى والأخيرة اليوم بالرفاء والبنين، وكم وكم من مرة كان البنون وباء على الآباء. وانطلقت أتكلم بما يسر الله عز وجل، وأذكر جيدا، بدأت أذكر بعض مناقب وفضائل الإسلام في الأمة الجاهلية الأمية التي لا تكتب ولا تحسب، بينما هناك فارس والروم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم خير الدنيا والآخرة، نهاهم أن يشربوا من الإناء أو الكأس المثلوم فيه ثلمة، فانتهوا. لما؟ ما يدرون. والشعوب كلها ما كانت تدري إلا في هذا القرن العشرين. ما هو السبب؟ تبين لهم أن هذا الكسر تتراكم عليه جراثيم، ميكروبات دقيقة ودقيقة جدا لا ترى إلا بالمكبر المجهر. فالإسلام باسم الدين نهاهم عما يضرهم باسم الطب، قال: لا تفعلوا كذا. أفضت في مثل هذا حتى شعرت بأن القسيس امتلأ وبده يتكلم، وذلك ما أبغي. فأخذت شوية نفس فانطلق هو. انظروا الآن الفرق بين المسلم الذي هداه الله وبين الكافر الذي أضله الله. كيف أنا تسلسلت حتى وصلت لهدفي. شوفوا كيف فجأني. قال: إذا كان الإسلام هكذا فلماذا المسلمين يكفرون أتاتورك؟ شوف ما في أبدا، ولا في التسلسل العلمي المنطقي. دخلنا معه في الموضوع. هنا الشاهد، قلت: يا بيسموه هنا أبونا، بيقولوا له. ومن حكمة الله أنه كان موجود يومئذ عسكري من الجيش الإنجليزي اللي إجا لسوريا بعد خروج فرنسا، في الجيش الفيشي الفرنسي إلى آخره.
المهم كان في واحد نصراني لبناني أيضا عسكري. تحدث معه، بينت له أنه المسلمون ما كفروا أتاتورك لأنه مسلم، لا، لأنه هو تبرأ من الإسلام حينما فرض على المسلمين نظاما غير نظام الإسلام، من جملتها مثلا أنه سوى في الإرث بين الذكر والأنثى، والله يقول عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم فرض على الشعب التركي المسلم القبعة. قال هو إيش فيها؟ القبعة هذا لباس سماه هو بأنه لباس أممي، ما عاد يعني خاص بمن يخالف الإسلام إلى آخره. وبعدين هذه العادات والأزياء ما لازم يكون فيها التشدد هذا. قلت له الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى، هو مثقف الخبيث يعني، وبتعرف هذول القسيسين دراستهم تكون يعني دراسة واعية، خاصة إذا كانوا نصبوا للتنصير الذي يسمونه بالتبشير. قلت له أنت تعلم أن مقومات الشعوب هي محافظة على لغتها وتاريخها وتقاليدها، فالإسلام من كماله، ذكرت له بالأحاديث اللي دائما نحن نذكرها معكم في سبيل المحافظة على الشخصية المسلمة، من تشبه بقوم فهو منهم إلى آخره. ولذلك فالإسلام يريد للأمة المسلمة أن تحافظ على شخصيتها حتى في مظهرها، لأنه الظاهر عنوان الباطن، وهذا ثابت في الفلسفة الحديثة اليوم. هذا الذي ثبت عندنا في الشرع اليوم وصلوا إليه، أن الظاهر يؤثر في باطن الإنسان. كنت قرأت قديما كتاب لأحد الأوروبيين، طبعا أنا لا أحسن لغة أجنبية إلا لغتي الألبانية طبعا، مترجم هذا الكتاب، اسمه فلسفة الملابس. الحقيقة أنا استفدت من هذا الكتاب الفائدة التالية: يقول شيء مشاهد بالعين ما يحتاج إلى إمام الغيب، رجل فقير بيكون عليه الثياب البالية، بتلاقي ماشي بمسكنة وبتواضع وإلى آخره، ألبسه ثياب جديدة جميلة بتلاقي انتصب هيك ومشي وكأنه لسان حاله، مثل ما بيقولوا عنا بالشام: يا أرض اشتدي ما حدا عليك قدي. هنا هذا تغير بهاللباس الظاهر، تأثر في الباطن. بالأول كان يمشي ذليلا حقيرا، وإذا به ينتصب هكذا قويا. تكلمت معه في هذا الموضوع. لذلك الإسلام يأمر المسلمين بالمحافظة على زيهم ولباسهم. فرضنا، قلت له، وهنا الشاهد الآن، وقد طال المجلس فنقتصر على هذا إن شاء الله. قلت له نفترض أنه في هناك مصلحة للشعب التركي المسلم في أن يفرض هذا الحاكم المسلم، زعم، هل أبى أن يستمر على اسمه الإسلامي مصطفى جمال باشا، فحذف هذا الاسم وسمى حاله أتاتورك. لو كان حقيقة هناك في مصلحة للشعب التركي أن يلبسه هذا الزي الكافر، كان باستطاعته أن يضع شعره. قلت له في برنيطات بتعرفوا إلى ظل وإلى زي، يعني مثل إشاط هيك من قماش، كان باستطاعته يعني يبقى الرأس عاري. لا، هي نفس القبعة بس في عليها مثل ما أدري شو بتسموه، قماش يعني. ها؟ قماش أبيض أخضر أزرق إلى آخره. فكان بإمكانه هذا الحاكم إذا أراد فعلا أنه يحقق مصلحة لهؤلاء الأتراك المسلمين بوضع القبعة، أنه يميز القبعة المسلمة من القبعة الكافرة بأن يضع الشريط هذا، الشريط الأبيض،
فكل من رآه يقول أنه هذا مسلم. قلت له المجتمع الإسلامي كتلة واحدة، ولذلك لتتحقق هذه الكتلة ربطهم بنظام متفرع، لكن كله يجمع الأمة ويجعلها أمة واحدة. من ذلك حق المسلم على المسلم 5: إذا لقيته فسلم عليه. هذا السلام حينما المسلم في الشعب المسلم يضيع شخصيته المسلمة، بدأ ينفك هذا الرباط الذي ربطه الإسلام بمثل هذا النظام، وهو إذا لقيته فسلم عليه. فأنا إذا مشيت في الطريق ورأيت مسلما متبرنت بالبرنيطة، أنا راح أقول في نفسي هذا ما هو أحمد، هذا أنطونيوس أو جورجيوس أو ما شابه ذلك، فسوف لا أسلم عليه. لكن لما بيكون في عليه شعار الإسلام، حينئذ بيكون الرباط مستمر بيني وبينه. فلا يجوز إذا نحن أن نعامل المسلمين كما ترى أنت في معاملة النصارى، أنه هذا لباس وليس له علاقة بالدين. ثم ضربت له المثال الذي كبله بالحديد. قلت له هل أفهم من كلامك أنه أنت الآن هو واضح القلنسوة السوداء ولابس جبة سوداء عريضة مثل بعض المشايخ بلا تشويه يعني. قلت أرأيت أنت الآن لو رفعت هذه القبعة من رأسك ووضعت العمامة البيضاء على الطربوش الأحمر وضعته بديلها، هذا معليش عندكم؟ قال لا 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 لا. قلت لما؟ هذا لباس ما له علاقة بالعقيدة وبالدين. قال لا، نحن رجال دين. بقى أنا كمشته. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، نحن أكبر مسلم وأصغر مسلم هو رجل دين، أما أنتم فرجال دين ورجال لا دين، فما لا يجوز لكم يجوز لغيركم. وكانت القاضية. وهذا الحديث كله من دمشق إلى مضايا مسافة 50 كيلومتر. والخبيث تمنيت أنه أستطيع أجلس مع شيخ مسلم مثل هذه الجلسة أقدر أتفاهم أنا وياه. في مؤسف جدا. هذاك الجندي اللبناني الإنجليزي في الجيش الإنجليزي، لما دخلنا معه في مناقشته في عقيدة التثليث ما التثليث، شو يقول هذاك؟ والله يا أبونا كلام الشيخ أو الأستاذ ما أدري شو قال يومها، والله كلامه مقبول. وهو نصراني. نعم، ما فهمت. ذاك نصراني نصراني لأنه فطرة الله يعني، الإسلام كله فطرة. فالحمد لله يعني نحن يجب أن نفهم الإسلام ونطبق منه ما نستطيع، وبهذا القدر كفاية.